متتادله. بزاف ديال الجنود كيبانوا مخلوعين وما عارفينش اش واقع. الاشاعه بدات كتنتشر في المعسكر على ان السلطان الحسن الاول مات، لكن ما كاينش اللي اكد الامر. كلشي كان كيفكر شنو غيكون مصير البلاد اذا فعلا مات في هذا الوقت الحرج. فمده هذه على اخر مره المغرب كان عنده سلطان قوي بحال هذا، وخصوصا بعد الهزائم القاسيه اللي تعرضت لها البلاد وحيدت لها الهبه بين البلدان، بحال معركه إسلي سنه 1844 ضد الفرنسيس، ومعركه تطوان في 1860 اللي مازال الصبليون مخلدين الانتصار ديالها لحد الان، بان رجوج اسود معدنيين قدام البرلمان الاسباني مقادين من المعدن المذاب ديال المدافع المغربيه كرمز على الانتصار. فهاد السلطان حاول ما امكن يحافظ على السياده المغربيه ووحده اراضيه، بان اسس الجيش النظامي مكون من 25 ألف محارب، وجاب مدربين عسكريين من مختلف البلدان الاوروبيه باش ما يوقعش تحت هيمنه دوله واحده، وبنى مصانع السلاح بحال دار الماكينه في فاس. كما اسس اول اسطول حربي مغربي، وبدا كيحاول يجدد مؤسسات الدوله، وزاد وزارات جداد بحال وزاره الخارجيه اللي كانت كتسمى وزاره الشؤون البرانيه، ووزاره الماليه اللي شدها امين الامناء. هادشي اضافه لوجود وزارات بحال وزاره الصداره اللي هي الوزاره الاولى، ووزاره الحرب على راسها منصب العلاف الكبير، ووزاره الشكايه اللي هي وزاره العدل. لكن اكبر اثر ديال السلطان الحسن الاول هو انه قنن نقص بزاف من نظام الحمايه القنصليه، اللي هو فاش شي دوله اجنبيه كتعطي حق الحمايه للمغاربه خدامين معاها، وما كيبقاش يتطبق عليهم القانون المغربي ولا يخلصوا الضرائب ديالهم، وكيولي بحال عندهم الجنسيه ديال هذاك البلاد. هذا البلان بدا في الاول غير صوري في عهد محمد الثالث بن عبد الله، اللي عطى في 1763 هذا الحق للسويد، لكن 100 عام من بعد خسائر المغرب في الحروب هذا الحق ولا عند بزاف ديال الدول الاوروبيه اللي استغلوه باش يتدخلوا مزيان في البلاد بدعوى حمايه المحميين واثروا على سلطه المخزن. وهكذا كلشي كان خايف على مصير البلاد الا واحد، هو الحاجب الملكي بوحمد، اللي عاد كان في الخيمه مع السلطان اثناء الاحتضار ديالو. مع انه شافو مات خبع الامر على البقيه وامرهم باش يكملوا الرحله حتى للشاويه، حيت بانت لي ان هذه فرصه لا تعوض. فاش وصلوا بسرعه جمع بوحمد الهيئه المخزنيه اللي مكونه من الوزراء وقياد الجيش، وخبرهم بوفاه السلطان، واستغل الوضع باش يفرض عليهم تعيين اصغر الامراء عبد العزيز اللي عنده 14 عام كسلطان جديد. وفعلا تم ليه الامر. اول حاجه دارها الحاجب بوحمد هو ان القى القبض على جميع المعارضين ليه والامراء الاحق بالملك، وعين راسه في منصب ديال الصدر الاعظم من بعد ما حبس الصدر الاعظم القديم. حاول بوحمد يتبع السياسه ديال الحسن الاول واخا كثروا عليه الثورات، واستفرد بالحكم بشكل مطلق، بينما عزل السلطان الطفل في القصر وغرقوا بالالعاب والاختراعات الاوروبيه، حتى ولا القصر ديالو بحال شي بازار عامر ببضائع دوليه عيانه ومشريه بثمن غالي، بحال الطوموبيلات والدراجات والفونوغراف والات التصوير والالعاب الناريه، وغي كتضيع كيجيبوا له لعب جديده. وبقى بحال هكا حتى مات الصدر الاعظم بوحمد سنه 1900، وعاد بدا الحكم الفعلي ديال عبد العزيز. لكن السلطان الشاب ما كانت عنده حتى خبره في السياسه والتسيير، وما عارفش كيفاش يتعامل مع الدول الامبرياليه اللي باغا تدخل المغرب، ولقى الوزراء ديالو منقسمين وانتهازين كيخدموا غير مصالحهم ومصالح الدول الاجنبيه، بحال مهدي المنبه اللي كان شاد منصب العلاف الكبير اي وزير الحرب، واللي من بعد ما مات بوحمد سرق ثلثين ديال خزينه المملكه واستعمل هذوك الفلوس باش يقوي النفوذ ديالو. كما كان عنده ايضا الحمايه القنصليه ديال بريطانيا، وخا هو ممنوع على رجال المخزن ياخذوها. اما السلطان بقى مكمل على النشاط والزهو اللي كان عايش وقت ديال بوحمد، وهادشي نقص من الهبه ديالو عند العامه. وزاد كمل عليه انه خرجوا تصاوروا وهو لابس اللبسه العسكريه ديال الجنرالات الروس والانجليز، اللي خلى الناس يشكوا في ان السلطان عبد العزيز ولا مسيحي، او ان الدول الغربيه اختطفوه وداروا واحد كيشبه ليه في الحكم. من ناحيه اخرى ما قدرش السلطان والسلطه المركزيه انها تحمي الوحده الترابيه، وبدات فرنسا كتدخل في الاراضي المغربيه بذريعه تاديب المعتدين على بعثاتها الجيولوجيه بالقرب من الحدود الغير مرسمه. السلطان الشاب كان بغى يدير اصلاحات حتى هو ويقرب المغرب من مدنيه اوروبا، لكن هاد الاصلاحات ديالو ديما كانوا كيعطيو نتائج مضاده، بحال فاش بغى يدير السكه الحديديه بين مكناس وفاس، نضوا ليه قبائل المنطقه، وفاش لغى جميع الضرائب القديمه بحال الزكاه والعشور والنيبه، وعوضها بضريبه موحده على كل شيء من رعايا واشراف واغنياء وفقراء وعسكر ومحميين. هاد الضريبه كانت غادي تنقذ الناس العامه من ظلم الاقطاعيين،
لكن الشعب رفضها بتحريض من العلماء ونضوا ضد الشرفاء والعسكر والزوايا، حيث كانوا معفيين من الضرائب القديمة. وفاش بدا الجميع الفعلي للضريبة الجديدة في 1904، أي من بعد 3 سنين على إلغاء الضريبة القديمة، كانت البلاد عامرة ثورات وما بقى فلوس في الخزينة باش تدعم القوة ديالها. هذا الوضع اللي كان فيه المغرب خلاه مجال خصب بالثورات. لكن أكبر ثورة اللي غادي تهدد استقرار البلاد جات من موظف بسيط خدام عون عند قائد سميتو الجيلاني بن عبد السلام بن دريس اليوسفي الزرهوني، ومكنينو بوحمارة. تولد سنة 1862 في متشر ولاد يوسف بجبل زرهون بجهة فاس. كان أحد أفراد فريق الطلبة المهندسين في الجيش اللي دربوهم قباطنة أوروبيين. من بعد خرج وخدم عون عند قائد، ثم ولا كاتب عند خليفة السلطان فاس الأمير أبي حفص خو السلطان عبد العزيز، وهادشي خلاه يعرف بزاف ديال المعلومات على أسرار القصر والتقاليد ديالو. لكن من بعد طمع غادي يخليه يدخل الحبس عامين حيت زور توقيع الخليفة. فاش خرج من الحبس سنة 1900 خوا فاس وسافر في الشرق، وبدا كيدور على ظهر الحمارة ديالو في صفة ناسك متقشف كيدعي لله. وصل حتى للجزائر واتصل مع شيوخ الطرق الصوفية تماك، لكن هو في الحقيقة كيقلب على بلاصة فين يبدا الفتنة ديالو وعلى اللي يعاونوا فيها. وغير رجع بوحمارة للمغرب وبالضبط الوجدة سنة 1901. بدا الطريقة الصوفية ديالو سماها الطريقة النورانية، وبدا يجمع بها الناس، خصوصا انهم اتفقوا معاه في الانتقادات ديالو للمخزن. وبدا كيصور السلطان عبد العزيز واللي معاه على انهم مرتدين كيتشبهوا بالنصارى، وان الجيش الرسمي هو جيش كيخدم الكفار وغير قادر على حماية المغرب. وكانت عنده طريقة واعرة في الإلقاء كتخلي بنادم دغيا يثيق فيه. وباش تكون عنده شرعية أكبر بدا كيقول للناس أنه هو المولى محمد بن الحسن خو الملك والأحق بالعرش، وأنه من بعد ما هرب من سجن خوه السلطان بدا كيستخدم اسم آخر غير باش يتخبى، وأن الهدف ديالو ماشي السلطة لكن جا باش يحمي الرعية وجاهد في سبيل الله. وساعدوا على هذا الأمر أنه كان عنده خاتم ديال الأمير المسجون، وكان في المجالس تيقلد الشخصية ديالو بحال مثلا كيغطي عينه، مع كان معروف على الأمير محمد أنه كيشوف بعين وحده. وداكشي علاش بوحمارة ما لقاش مشاكل يقنع القبائل بالثورة، وبسهولة بدا كيجمع الجيش ديالو. وفي 1902 عامل تزا استشعار الخطر الجديد وصيفط رسالة للسلطة المركزية كيطلب المساعدة، لكن ما تسوقوليش حيت موالفين أن الثورات كتقوم وكتمشي بوحدها. لكن ثورة بوحمارة ما كانتش بحال الثورات الأخرى، فدغيا حاصر مدينة تازا اللي عندها موقع استراتيجي، وبعد مفاوضات سلموها ليه، وبذلك كانت تازا أول عاصمة للمخزن الجديد ديال بوحمارة. من بعد هادشي حس المخزن بالخطر، وعطى السلطان عبد العزيز الأمر لخوه الصغير باش يقود الجيش، واستدعى جيش ولد عمو عبد السلام المراني اللي كان في مهمة في منطقة جبالة باش يلتحق بالجيش الرئيسي. وفي نوفمبر 1902 كانت أول مناوشة انتصر فيها الجيش الكبير ديال السلطان على واحد الفرقة صغيرة بزاف من جيش بوحمارة بالقرب من عين القدح. أما قادة جيش السلطان صوروا ليه هاد النصر البسيط على أنه انتصار كبير. في دجنبر 1902 غادي يكون أول لقاء حقيقي بين الجيشين بالقرب من واد البن، وجيش بوحمارة غادي يسركل جيش السلطان من كل الجهات بمساعدة قبائل الحيينة، وغادي يدير لهم هزيمة مدوية ويخلي الجيش يهرب في كل الجهات وياخذ الأسلحة والعتاد ديالهم. الدول الأوروبية تفاجأت من هذا النصر ديال بوحمارة اللي مازال ما معروفش النوايا ديالو اتجاهه. فبريطانيا زادوا وحدات من الأسطول حدا جبل طارق، وإسبانيا زادت من جيشها في ساحل المغرب الشمالي من سبتة المليلية، وفرنسا داروا مجلس وزاري طارئ وصيفطوا بارجة من وهران لطنجة وعزز الجيش ديالهم التواجد ديالو في الحدود. أما سكان فاس تخلعوا من النصر المفاجئ لبوحمارة وبداو كيوجدوا للحصار. داكشي علاش السلطان غادي يلتجئ لآخر حل، وكلف المهدي المنبي باش يقضي على بوحمارة وباش يجمع الجيوش من جميع مناطق المغرب. وفي يناير 1903 تحرك جيش المنبي الجرار اللي فيه شي 70,000 جندي، وكيدعموا عدد من القادة الكبار في المغرب بحال عيسى بن عمر والمدني الكلاوي مع خوه الثاني، وطلقوا بجيش بوحمارة في ثلاثاء النخيلة. وما طولتش المعركة بزاف حيت جيش المنبه اللي كان مجهز مزيان وعنده أسلحة ثقيلة بالزربة غلب بوحمارة اللي بقى معاه غير حوالي 4000 مقاتل. من بعد هاد الخسارة الروقي بوحمارة غادي يبدل الاستراتيجي وغادي يقلبها الحرب عصابات واستنزاف،
وغيبدا يشن هجمات ليلية على محلات الجيش، ويبدا يحاصر في المدن والقصبات اللي تحت سيطرة السلطان، ويقطع عليهم الامدادات وخصوصا الطريق بين تازا وفاس. وغادي يتخبع في تضاريس صعيبة كتخلي مهمة تتبعه من طرف جيوش السلطان صعبة. الخطة نجحات، وجيش المخزن كلا العصا مزيان وتم تجويعه وبقى عايش لشهور في دوامة روح. داكشي علاش عطى السلطان الامر للجيش بالانسحاب، والفرق اللي كاينين في تازا باش ينسحبوا لوجده، حيت صعيب عليهم يرجعوا من طريق فاس. وبرر السلطان هذا الانسحاب على انه داروا على ود السكان اللي عياو من الحرب، لكن الحقيقه هو ان الجيش ما قدرش يواجه هذا النوع من الحروب. كلشي كان كيتوقع ان الخطوه التاليه ديال بوحمار غادي تكون هجوم على العاصمه فاس اللي بعيد عليها غير بكيلومترات قليله، لكن بعكس التوقعات قرر يتوجه لشمال شرق البلاد، غالبا حيت غادي يكون صعيب يتواجه مباشره في حرب مكشوفه مع جيش السلطان اللي تماك. وحتى الناس ما غاديش يبيعوه بسهوله، حيت بزاف من الاعيان كيعرفوا من ايامات كان خدام في دار المخزن، وباش ما يوقعش بين فكاي كماشه بين جيش فاس والجيش اللي كاين في وجده، بغى ايضا يلقى منفذ على العالم الخارجي باش يستورد الاسلحه. وفي الشمال الشرقي ديال المغرب بزاف ديال القبائل استجبوا ليه ودخل معاه ثوار معروفين. من تما كيهجم على قصبة أجنادة القريبة من مليليا اللي هرب الحاكم ديالها المغربي ودخل تحت الحماية الإسبانية. من بعد داز لوجدة، وحيث كانوا كيسمعوا على الوحشية ديالو في التعامل مع الخصوم، قرر قاضي المدينة التفاوض معه وسلم ليه وجدة في 16 أبريل 1903. بينما العامل ديال الأمير عرفة اللي ولده هو محمد بن عرفة اللي عينوا استعمار بلاصة محمد الخامس، هرب وطلب اللجوء عند الفرنسيس في مغنية. ملي وصل الأخبار تدهور الأوضاع العسكرية، عين السلطان الحاجب ديالو أحمد الركينة مفوض بالناحية الشرقية، وصيفطو في ماي 1903 لمدينة مغنية عند الفرنسيين اللي تعهدوا بمساعدته التزاما بالاتفاق اللي سناوه في 1902، واللي كيقول أن فرنسا ملزمة بمساعدة السلطان إذا تعلق الأمر بمشكل على الحدود. وفي مغنية تلقى الحاجب الركينة مع مجموعة ديال الأعيان والولاة المغاربة اللي هربوا من هجوم بوحمار. ومن بعد ما درس الوضع صيفط للسلطان الرسائل كيطلبوا باش يصيفط الجيش، ومن اللي رفض عاود استأذنوا في الاستعانة بالجيش الفرنسي في الهجوم على بوحمار. السلطان مرة أخرى رفض، حيت عارف أن إذا دار هكذا غادي تمشي ليه الشرعية وين ضد القبائل كاملين. داكشي علاش عطى الأمر باش يجمع سكان القبائل الشرقية اللي مازالين مواليين للسلطان، ويكون جيش يقوم الفرنسيين بالتدريب ديالو ويتعزز بالضباط ديالهم. وبالفعل بدا التأسيس لهذا الجيش، وفي 10 غشت 1903 هجم به على وجده. لكن بوحمار ساق ليه الخبار وخوى المدينة قبل ما يجي باش ما تتمش محاصرته في وسطها. أما المهمة الثانية للركينة كان يفتح الطريق اللي غادية لفاس، لكن الجيش ديالو ما قدرش يتغلب على بوحمار تماك وتراجع على الفكرة. الركينة كثر عليه الشغل، خصوصا أن الجيش اللي كون مضطرب وما عندوش بزاف ديال المؤونة والسلاح، إضافة أن بوحمار كل شوية كيهجم على وجده وخا ما غاديش يقدر يدخل ليها، لكن غادي يكبد الجيش السلطاني بزاف ديال الخسائر. وداكشي علاش الركينة في 1904 طلب الإعفاء ديالو من السلطان. وفي هذا الأثناء بوحمار كون مخزن شبيه بالمخزن السلطاني في فاس بنفس التقاليد والأعراف، وفيه حتى هو وزراء وقياد. وكان كيختم الرسائل ديالو بجملة محمد بن الحسن الله وليه، ودار حتى هو حريم بحال السلاطين، وبدا كيتزوج من بنات زعماء القبائل. ومن بين البنات اللي كان بغا يتزوج بنت زعيم قبيلة بني بوزكو اللي تفاهم مع الأب ديالها باش يديروا العرس في غش 1904 بغرض ربط أواصر القرابة والتعاون الحربي. وفي النهار المعلوم صفت بوحمارة 80 من الوزراء والقادة ديالو للعرس مع الهدايا والمهر، على أساس أنه غادي يجي من بعد. حمادة بن المختار زعيم القبيلة غادي يستضيف الزوار ويتهلا فيهم مزيان، ويطلب منهم يدخلوا للحمامات باش يرتاحوا من السفر، وغير هما حيدوا الأسلحة ديالهم ودخلوا. غادي يهجم عليهم رجال قبيلة بني بوزكو ويقتلوهم كاملين واحد واحد. من بعد هاد المذبحة غادي يلتحق زعيم القبيلة مع الرجال ديالو بالجيش السلطاني في وجده، وغادي يتهلا فيه السلطان بالهدايا على هاد البلان اللي دار. بوحمارة ما غاديش يخلي هاد الحدث يأثر بزاف في الحملة ديالو، وغادي يوسع النفوذ في المنطقة، ومرة غادي يحاصر وجده وتازا. ومن بعد 1906 ولا القتال بين الجبهتين شبه صوري، مع السلطان عبد العزيز اهتم أكثر بشنو واقع في منطقة الحوز والشاوية أكثر من الأحداث اللي وقع في الشمال والشرق. أما بوحمارة باش يعمر الخزينة ديالو اللي كانت كتعتمد أساسا على الضرائب المفروضة على القبائل التابعة ليه، غادي يكري في 1907 مناجم الريف للإسبان والفرنسيين،
ويوقع مع الشركات الإسبانية عقود ديال 99 عام، وبسبب هادشي غادي يفتح على راسو جبهة جديدة مع قبائل الريف اللي طردوه من المنطقة. في هاد الأثناء وقعوا جوج حوايج غادي يغيروا مجرى الأحداث. في 29 مارس 1907 دخلت فرنسا الوجدة تحت ذريعة إرجاع الأمن للمنطقة، وبدات كتوسع في الأراضي اللي كان شاد بوحمارة. والحدث الثاني هو عزل السلطان عبد العزيز في 16 غشت، وتوليات خوه عبد الحفيظ اللي وعد الناس بالجهاد وتحرير الأراضي المغربية، الشيء اللي خلى بزاف ديال القبائل تخلى على الروقي بوحمارة وتوالي السلطان الجديد. لكن في الواقع غير عبد الحفيظ شد السلطة، تعاهد للقوات الأجنبية باش يتحمل الكريدي اللي على المغرب، والتزم بالاتفاقيات الموقعة معاهم، وطلب منهم المساعدة في القضاء على الثورات. أما بوحمارة فاش تم طردو من سلوان اللي من بعد استعمرها الإسبان، غادي يمشي لماد الحركة ديالو تازا باش يجمع القبائل مرة أخرى. لكن هاد المرة بغا يدير الهجوم ديالو الأخير باش يسيطر على العاصمة فاس، وفعلا داكشي اللي دار. لكن جيوش عبد الحفيظ هاد المرة كانوا كثار وعلى أهبة الاستعداد، وعندهم جميع التجهيزات الممكنة كتقدمهم المدفعية الثقيلة. وبسرعة غلبوا جيش بوحمارة اللي هرب وحيد من المعركة وتخبع في مسجد كان في الزاوية الدرقوية، وتماك تبعاتو فرقة من جيش السلطان، لكن ما قدروش يدخلوا عليه حيت كان كيقاوم وكيتير القرطاس على أي واحد كيحاول يدخل، فاضطروا يشعلوا النار في الجامع. وفاش كسر عليه الدخان خرج بوحمارة وهما يقبطوه وحيدوا له سلاحو وداوه عند السلطان وهو محبوس في وسط قفص نهار 2 غشت 1909. بقى بوحمارة محبوس في القصر الملكي في فاس لمدة شهرين، وكل عشية كيخرجوه في القفص يتفرجوا فيه الناس، بينما الجنود ديالو كانوا كيتعدموا كل نهار في العلن قدام سكان فاس، وكاين اللي كيقطعوا ليهم يديهم ورجلهم، وكاين بحال الموسيقيين ديال جيش بوحمارة اللي كان كيحيدوا ليهم دراسهم وسنانهم باش عمرهم يعاودوا يعزفوا على الغيطاس ديالهم. وفي هاد الاثناء كان السلطان عبد الحفيظ كيحاول يقنع بوحمارة باش يعطيه بلاصه الفلوس ديالو السريه اللي كان كيخدم لتمويل الحرب مقابل حريته، لكن والو ما اعترفش. في سبتمبر 1909 غادي يتم اعدام بوحمارة وغادي يرميو الجثه ديالو للنمور ياكلوها. وبذلك انتهت واحدة من أخطر الثورات في تاريخ المغرب، واللي تسببت في إفلاس خزينة الدولة، الأمر اللي أدى أن المغرب يفقد استقلاله الاقتصادي، و3 سنين من بعد بوحمارة غادي يفقد حتى استقلاله السياسي ويولي محمية فرنسية.